إذا كان هذا كما حررناه فإني أقول بجلاء بوضوح وصفاء كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء. أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. إذا صلوا إلى الكعبة يؤمنون بالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا وبالقيامة موعدا وبالجنة ثوابا للطائعين وبالنار ثوابا للكافرين ويضحون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى قال: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد، وذكر شرطين: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ، ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. فهؤلاء أولى وأحرى أن لا يكون بينهم اقتتال وأن لا يكون بينهم سفك دماء، وأن يرى كل منهم ويجتهد في الحق فيجنح إليه تعبدا إلى الله جل وعلا، وأن يعلم كل أحد منهم في أي بلد من بلاد المسلمين يعيش فيها أن قدر أهل كل بلاد قدر واحد، وأن العدو عياذا بالله أي عدو لو أتى بلده لن يفرق بين أهلها، فقدر الناس واحد وليس للناس قدر إلا أن يتعاضدوا يعين بعضهم بعضا، يعلم أن ثمة أشياء تجمعهم وأن الصالح العام لهم أن لا يكون بينهم من الضغائن والاقتتال وسفك الدماء والتجرؤ عليها ما يجعلهم يهلك بعضهم بعضا. وهذا دين أتعبد الله عز وجل به، ولذلك قلته وقد قلت في أول الكلم: قد لا يجسر على هذا القول الكثير أو قد لا يؤمن به البعض، لكن الإنسان مسؤول عما يعتقده فينصح به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحق الأمة على علمائها عظيم، والناس إنما ينظرون إلى من يعتلي منبرا ويدرس في محراب أو من يؤلف كتبا في شأنه في أمره فيما يحثهم فيما يدعوهم إليه. لكن إن كانت كل طائفة تكفر الأخرى بالكلية وتستبيح دماءها وتحرض شبابها على أن ينتقموا من أولئك فلن تقوم للأمة قائمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمعنى أن أحدكم يكفر آخر، فإذا كفره استباح دمه واستحله وقتله، فلا ينجم عن ذلك إلا كما هو حاصل في زماننا من ضعف الأمة وتكالب الأمم عليها واختراق العدو لها حتى وقع ما وقع. والمقصود من هذا كله حول قول الله جل وعلا في أصل عظيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.